يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. عيد سعيد عليكي ويا رب تكونوا في أتم صحة وخير وسعادة. النهاردة قلنا هنبعد شوية عن الفتة والبومبار والحاجات التقيلة العظيمة التحفة. بس احنا قلنا نستريح شوية، وعشان كمان احنا كمان نستريح لأن أول يوم وتاني يوم كان بهدلة، فاحنا قلنا هنستريح شوية النهاردة وهنعمل شوية كبدة كده في السريع. هنجيب زبدة أو سمنة بلدي وهنحطها في طاسة كده حلوة، تكون واسعة ما تكونش ضيقة، وهننزل عليها بشويه زيت صغيرين مش تحرقش مننا. الكبده بتاعتك يا ست الكل ما بتتغسلش، اتغسلت تاكدي انها تتزفر تمام كده وتديك ريحه مش حلوه. هتجيبيها من عند الجزار هتقطعيها او هو يقطعها لك مفيش اي مشكله. هتجيبيها هتنزلي عليها بليمون وده كافي جدا، لو في اي ميكروبات او حاجات من دي هتروح باي باي خالص. هنحط عليها ليمونه وهنسيبها شويه لغايه ما نحضر بقيه الحاجات اللي احنا هنعملها. هنحط الكبده زي ما انتم شايفين، والكبده لازم تنزل على زيت او سمنه سخنه تمام برضو عشان ما تنزلش ميتها وتزفر مننا. هنفردها في الصينيه زي ما انتم شايفين ومش هقلبها خالص الا لما تاخد او تغير لونها من تحت. تمام كده تمام. هنزل بشويه البهارات الحلوين. عندي دلوقتي شطه، وكميه البهارات زي ما انت بتحبي. انا ما اقدرش اقولك حطي شطه كتير وانت بتحبيش الشطه، ما اقدرش اقولك حطي فلفل كتير وانت بتحبيش الفلفل. الكميه اللي انت بتحبيها حطيها يا ست الكل. وفلفل اسمر، وهنزل عليها كمان بشويه حبهان مطحون زي ما انتم شايفين كده اهو. وكمان هنزل عليها بايه تاني، انا بعد الفلفل المطحون حطيت ايه يا جماعه؟ هنشوف مع بعض. ايوه شويه بابريكا. شويه بابريكا. وهنقلبها دلوقتي تقليبه حلوه. الملح اصبروا عليه شويه، قبل ما اجي هنزل بالخضار هنزل بالملح بتاعنا. هديها تقليبه حلوه وبرده ما اقلبش كتير، اسيبها برده تاخد وتدي مع بعضها لغايه اما كل اللون بتاعها يتغير بقى. يعني قلبتها تقليبه بسيطه ونزلت، كنت ناسيه ان انا احط شويه بهارات لحمه صغيرين كده فحطيت شويه بهارات لحمه. قلبت التقليبه البسيطه زي ما انتم شايفين كده وخلاص، هي تقريبا غيرت لونها اهو. بصوا بقى، انا دلوقتي هوريكم ان هي ما نزلتش خالص اي دهون. بصوا بصوا ما فيش ما نزلتش اي ميه قصدي. على طول اول ما حطيناها على الزيت او السمنه السخنه اتصدمت فالمسام بتاعتها اتقفلت فما نزلتش ميه خالص. هعمل بقى كده حفره صغيره في النص، وهكون طحنه شويه او هرسه شويه توم. التوم برضو حسب ما انتي بتحبي الكميه بتاعته قد ايه. انا دلوقتي تقريبا حاطه 4 فصوص ودول كفايه قوي بالنسبه لي. انتي لو عايزه تكتري توم بقى وبتحبي التوم يكون عالي شويه زودي. حطيت التوم في النص وهسيبه لغايه اما يبتدي ريحته تطلع. انا دلوقتي بقلبه في الدهون اللي نزلت من الكبده والزبده اللي انا حطاها. بصوا انا بعمل كده عشان اشوف اذا كانت الريحه طلعت ولا لا، فلقيتها طلعت. فعلى طول هقلب الكبده كلها مع التوم. بعد كده هنعمل ايه، اكون محضره بقى. طبعا انا هنا في المرحله دي حطيت الملح خلاص، هي كده تقريبا استوت. هو كده زي الفل كده بالنسبه لي. هعصر عليها ليمون، وليمون كتير. لو انتي بتحبي الخل حطي خل، بس انا قدام الحاجه الطبيعيه موجوده عندي فدايما ببعد عن الصناعي. الليمون بيديني نفس المزازه بتاعه الخل، الا يعني ممكن تكون اقل شويه، بس انا بالنسبه لي طبيعي احسن من الصناعي. فالليمون عندي اكتره شويه وخلاص، وبيقضي على اي زفاره وزي الفل وصحي وفيتامين سي وزي العسل وحلو قوي كده. ما بقول لكم تاني، هو اللي بتحبوا الخل حطوا خل. اكون محضره بصل مقطعه جوليان رفيع وشويه فلفل حامي كده وشويه فلفل بارد، وانزل على الكبده. مكتره البصل، مكتره البصل لما بيكتر بيدي تسكيره حلوه للكبده. وكمان لما تيجي تعملي السندوتشات هتلاقيها طعمها حلو كده ومسكره في بقك وانتي بتاكليها. والف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. طبعا لو وصلتي معايا لغايه هنا وما حطيتيليش اللايك هزعل قوي. لان الواحد بيقف اساسا، يعني ممكن اعمل الاكله دي في 5 دقايق عشان اصور لكم، ممكن اقعد فيها ساعتين. افتح كاميرا وانزل في الكاميرا شويه واطلع في الكاميرا شويه، يعني بتاخد معايا وقت جامد لغايه لما اخلصها. فلايك حلو كده منكم واشتراك عسل زيكم، كومنت يعني كده تقولي في كلمتين حلوين وتعيدوا عليا وتقولوا لي انتوا منين عشان ان شاء الله ارحب بيكم المره الجايه. انا طبعا ما حطيتش البقدونس الا في الاخر، وانا بقدم هحط البقدونس كده عشان يفضل اخضر ويديني طعم حلو لما اجي اغمس كده الكبده او لما اجي اعملها ساندوتش. لازم طبعا شويه سلطه بلدي جنبها كده حلوين، وسلطه الطحينه العسل. ولو عندك سلطه بتنجان حلو برضو، وتقدميها مع عيش بلدي كده وتعيش اللحظه انت والاولاد. وكل سنه وانتم طيبين يا رب. الكبده بتاعتنا كان طعمها حلو جدا. انا عارفه ان الكبده الاسكندراني بتحطش فيها بصل خالص، هو توم وفلفل بس. بس انا بحبها بالبصل، يعني البصل كمان ما تسيبهاش كتير لغايه لما تتهرى منك على النار.
تديها تقلبتين وتسيبها بس ثواني ان هي تنزل ميتها شويه وطعم الكبده وبس. والف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. وافكركم بس تفكيره بسيطه، تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. سلام في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.